مساء الخير يا جماعة. هتكلم في بوينت معينة في حتة السعر، بوينت واحدة بس. مش هدخل في تفاصيل عشان بصدق من الموضوع ده. دلوقتي ايه الفرق؟ دلوقتي لو في شخص هيقدم لك السيرفيس بتاعته بسعر قليل، او مثلا انت عايز تعمل موقع فهتروح لارخص شخص عشان يعمل لك الموقع ده، او هتروح لارخص شخص عشان يظبط لك الحتة الفلانية في الموقع وهكذا. دايما الناس دي بتقدم لك سعر قليل عشان هم مش بيدولك جودة ومش بيدولك دعم. يعني ايه؟ يعني دلوقتي هو هيعمل لك الموقع او هيعمل لك التعديل المعين في الموقع الفلاني، اوكي؟ طيب، هل الشخص ده بعد كده لو حصل مشكلة، وبعد كده بتاعته دي هتكون قريبة مش هتكون بعيدة، آه لو حصل اي حاجة هل الشخص ده هيجي ينقذك، هيجي يحللك المشكلة دي؟ هل الشخص ده مديك مدة دعم، بيقول لك انا معاك في الفترة الفلانية لو حصل اي حاجة المشكلة دي بتاعتي ومش تدفع اي تكاليف عليها؟ لو ده حصل فاوكي، انت كده مع الشخص الصح. لو ده ما حصلش فتأكد مليون في المية ان انت مع الشخص الغلط. مفيش حاجة اسمها ان انا اقدم شغل اسمه شقلب وجري، شقلب وقلب. مفيش حاجة اسمها كده خالص. انا بقدم خدمة معينة وقصادها انا بديلك دعم. يا فلان، يا عميل، يا كلاينت، انا بديلك المدة الفلانية، انا معاك من كذا لكذا، لو حصل اي حاجة المشكلة دي بتاعتي وانا هحلها لك من غير تكلفة. الشخص ده هتلاقيه دايما مش هيديك مدة دعم، لان هو بيعمل اي حاجة كده وخلاص وياخد الفلوس ويجري. هو لو كان بيقدر سعر الشغل بتاعه ومقدره صح، مقدره صح، ولو هو فعلا بيديلك قيمة قصاد ده كنت هتلاقيه بيديك سعر. وبس كده، انا طلعت في اكسبرت وورد بريس ديفلوبر، وباي باي.